منشقين عن الحزب بياخدوا انتخابات الإعادة، وغالبا هيرجعوا للحزب بعد الانتخابات. الانتخابات في مرحلتها الثانية شبه يعني تقدروا تقولوا إيه؟ فريق كرة قدم بيلعب في مباراة للنهائي في بطولة الدوري، لكنه حسم البطولة قبل نهايتها ب7 أسابيع زي ما بيقول عماد الدين حسين في الشروق. الانتخابات في مرحلتها الثانية مهددة بالإلغاء. أحمد عامر بينقل في الدستور عن خبراء قانون ومستشارين سابقين إن امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بيهدد بوقف إعلان النتيجة في عدة دوائر. إعادة الانتخابات في مرحلتها الثانية بيتم وسط غياب رمز التغيير الدكتور محمد البرادعي اللي بيقول أحمد حسن الشرقاوي في الدستور إن تم تطفيشه من مصر. ده رجع النهارده أبو حميد على فكرة، أو زمانه راجع في الطريق، المفروض يكون راجع النهارده 5 ديسمبر هيرجع الدكتور محمد البرادعي. وهناك بعض المناصرين ليه وبعض المؤيدين ليه بيقولوا أن هناك مفاجآت ستسمعون عنها وسترونها وستلمسونها في الفترة القادمة في الشارع السياسي. نتمنى ربنا يسهل ونشوف كل واحد يؤدي عمله بما لا يخل بالدولة كمؤسسة، وبما يضمن للدولة احترامنا ليها وتقديرنا ليها. بيقول أحمد حسن الشرقاوي إن الدكتور البرادعي تم تطفيشه من مصر بعد حرب نفسية مورست ضده، ولأنه عارف إن الانتخابات هيتم تزويرها فضل إنه يغيب عن المشهد كله. الانتخابات عندما تعاد اليوم أو في مرحلتها الثانية ده حكم تاريخي نشرته المصري اليوم، الحكم من المحكمة الإدارية العليا زي ما كنت بقول لحضراتكم، أعلى محكمة إدارية في البلد أيدت فيه أحكام القضاء الإداري بوقف تنفيذ إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى. الحكم ده ما ينطبقش عليه قاعدة المجلس سيد قراره أبدا. ما فيش حاجة اسمها المجلس سيد قراره في هذا الموضوع. تسألوا أي قاضي ما فيش حاجة اسمها المجلس سيد قراره. جبناها منين دي؟ التلاجة بتاعت المجلس اتملت بجد. التلاجة بتاعت المجلس اتملت، ما بقاش لا في رف ولا فريزر ولا ديب فريزر، كله خلاص مملي من جوه من كتر القرارات والقوانين والقضايا اللي جوه التلاجة بتاعت مجلس الشعب. حرام نحترم على الأقل القضاء. مش معقولة. قضاء البلد، ما دام القضاء بخير فالبلد بخير. احنا كده ما بنحترمش القضاء. يعني زمان لما كان يصدر حكم ببطلان العضوية كان المجلس بيقول أنا سيد قراري. المحكمة الإدارية العليا قالت بقى إيه حسب المصري اليوم؟ إن الأحكام بشأن إعلان النتائج دي من اختصاص القضاء الإداري والمجلس ملوش أي اختصاص فيها. طب يا ترى إيه اللي هيحصل مع حكم الإدارية العليا؟ عموما احنا متعودين كتير زي ما قلت لحضراتكم على الأحكام دي تصدر وما تتنفذش. المرحلة الثانية من الانتخابات النهاردة ومفيش فايدة فيها. ذهابك النهاردة لصندوق الانتخابات مش هيرجع التنوع للبرلمان زي ما بيقول أحمد الصوفي المصري اليوم. الناس اللي ماسكة بزمام الأمور في السلطة خلاص حددت شكل البرلمان حتى قبل المرحلة الثانية ما تنتهي. بيقول الصاوي إن قتل الاختلاف والتنوع هو قتل للمجتمع كله، وخسائره هتنعكس على المجتمع كله حتى اللي ارتكبوا جريمة أساسها قتل التنوع، قتل الاختلاف، قتل الخلاف. ليه ما نختلفش؟ ليه ما بيبقاش بينا وبين بعض حوار؟ انا في حته وانت في حته مش مشكله، لكن في النهايه هنلتقي نقطه واحده اللي هي نقطه ايه؟ البلد. خلوا كده لما انا اتخانق مع واحد او اتناقش مع واحد او اتجادل مع واحد هنوصل لطريق في الاخر اللي هو ايه؟ الحل للمشكله اللي احنا فيها. احنا بنتناقش ونختلف عشان مشكله ما، هنوصل للمساله دي. خلوا النقطه الرئيسيه هنا تبقى النقطه دي هي البلد، امن البلد، استقرار البلد. انما افضل اعمل حاجات ملهاش لازمه وبعدين اجي اقول امن البلد واستقرار ما انا السبب فيه. المرحله الثانيه من الانتخابات رفض المستشار ايمن الورداني نائب رئيس محكمه استئناف الاسماعيليه تلويث نفسه فانسحب من الاشراف على الانتخابات. بيقول المستشار الورداني ان الخاسر الاكبر من اللي بيحصل هو النظام اللي ما حافظش على هيبه واستقلال القضاء ولا اضفى مشروعيه على اهدافه اللي حاول يستخدم القضاء في الوصول ليها. البرادعي لسه واصل مصر. محمد طلبه بيقول لي اذا البرادعي وصل القاهره. ربنا يسهل بقى ونشوف التغييرات اللي المريدين والتابعين والمؤيدين للدكتور البرادعي هيعمل ايه. والحمد لله على السلامه دكتور برادعي. بيطلق المستشار الورداني استغاثه بيقول فيها ارحموا القضاء زي ما قال الاستاذ في صحيفه الاستاذ حازم عبد الرحمن في صحيفه الاهرام. كان برضه عامل استغاثه قلناها من فوق قبل كده من شويه من 10 دقائق. انقذوا القضاء. هنا المستشار في اسماعيليه بيقول ارحموا القضاء.
الانتخابات في المرحله الثانيه قفزه كبيره مش محسوبه للحزب الوطني. سليمان جوده بيشبه الحزب الوطني في الانتخابات زي الحصان اللي بينط الحواجز، حاول يسبق بقيه المتسابقين، راح ناطط نطه عاليه جدا، المفروض بينط النطه كده، لا الحزب راح ناطط نطه عاليه من وجهه نظر سليمان جوده. لما النطه العاليه دي نطها الحزب وقع ايه بقى؟ ما وقعش على رجله، لا وقع على جنبه. طبعا لازم وقع على جنبه هيبقى هيتألم. وقع على جنبه لما عدى الحاجز. الانتخابات في مرحلتها الثانيه هتوصلنا المجلس يسيطر عليه تماما الحزب الوطني. عمرو حمزاوي بيسأل في المصري اليوم اذا كانت المعارضه ما قدرتش تحد من هيمنه الحزب الوطني، ففي المجلس اللي فات وكان نسبتها حوالي 24%، امال هتعمل ايه مع مجلس المعارضه؟ مش هتزيد فيه على 10% بالكتير. حلو النسبه دي. بيقول عمرو حمزاوي ان احنا في الدوره اللي فاتت من 2005 ل 2010 كانت المعارضه نسبتها 24%، نواب المعارضه في البرلمان. دلوقتي نواب المعارضه مش هيزيدوا على 10%، 24%. ما كناش عارفين نعمل حلحله، ما كناش عارفين نوضع حلول كامله للمشاكل. بنجتهد لكن ما كانش فيه المواجهه الحقيقيه. امال دلوقتي بال10% دول هتعمل ايه؟ المرحلة الثانية من الانتخابات هتضع الحزب الوطني على طريق التفكك، ده توقع الدكتور محمود خليل في المصري اليوم، اللي بيقول ان الحزب الوطني فقد خصم كان بيدفعه دايما للتطوير، فقد الاخوان واستأثر الحزب بالمؤسسة التشريعية. المرحلة الثانية من الانتخابات حققت للاخوان تعاطف كبير زي ما بيقول الدكتور محمد ابو الغار ايضا في المصري اليوم، شايف ان اقصاء الاخوان خلى الناس تتعاطف معاهم بشكل ما كانوش يتخيلوه، وانه لو الحزب الوطني فضل ماشي في الطريق ده هنقوم في يوم نلاقي مصر اتحولت لدولة دينية. إعادة الانتخابات كارثة بكل المقاييس، إعادة البلاد لما هو أسوأ بكتير زي ما بيقول عمرو الشبكي. إعادة الانتخابات تؤكد أن الحزب الوطني يقود البلاد لوضع معيشي مشين وعبثي زي ما بيقول أسامة الغزالي حرب ايضا في المصري اليوم، بيقول ان اسلوب احمد عز امين التنظيم في الحزب الوطني خلانا نترحم على ايام زمان. والدكتور اسامه الغزالي حرب رئيس حزب الجبهه الديمقراطيه اللي قاطع الانتخابات من الاول شايف ان البرلمان الاهم في المرحله الحاليه فاقد لثقه الشعب المصري. الانتخابات لما بتتعاد النهارده بتثبت اننا في كل يوم بنمشي اكتر في اتجاه التخلف والخراب زي ما بيقول علي السيد في المصري اليوم، بيقول ان احمد عز امين التنظيم الوطني او من تنظيم الحزب الوطني حول مصر من الانتخابات دي من دولة عظيمة لحظيرة، من دولة كبيرة لحظيرة خرجت فيها مصر من التاريخ المشرف، اكتفت بانها تسجل ارقام قياسية في الفساد والتزوير. وطالما جبنا سيرة المهندس احمد عز فالراجل ليه وصفين في الصحافة النهارده. زميلنا احمد الخطيب بيقول في المصري اليوم ان المهندس احمد عز يستحق ان نطلق عليه لقب ويكيليكس الحزب الوطني، لان راجل قدراته فائقه دايما يتباهى بيها، ذهب بيه الظن ان عبقرين مصر فعل بالحزب الوطني والدوله زي ما فعل موقع ويكيليكس بالعالم وخصوصا الولايات المتحده. يعني المفروض نسمي المهندس احمد عز من وجهه نظر احمد الخطيب في المصري اليوم عز ويكيليكس. طيب في صحيفة الكرامة الأستاذ عماد الصابر قال في الكرامة، قال برضه على أحمد عز لفظ الحقيقة أنا مش هقدر أقوله، لكن من ضمن الكلام اللي كتبه عن الأستاذ أحمد عز إنه عز أرسل رسالة تليفونية كانت إشارة لرجال الحزب لبدء التزوير، وضاعف بدلات أمناء الحزب 3 مرات ليستضيفوا البلطجية والمسجلين خطر. نرجع تاني لعلي السيد في المصري اليوم اللي بيقول ان مصر دخلت فضائح التاريخ بانتخابات مزوره، في حين ان قطر البلد العربي الصغير دخل التاريخ بمنافسته للكبار وفوزوا عليهم في تنظيم بطوله كاس العالم 2022. الصحافه المصريه لسه بتحتفي بقطر، ايمن الشندويلي في الاخبار بيبارك لقطر اللي حققت انجاز يمثل فخر للعرب جميعا. كمان منتخب مصر قرر المشاركه في احتفالات قطر بتنظيم كاس العالم 2022 وانه هيلعب مع منتخب قطر مباراه دوليه وديه في الدوحة يوم 16 ديسمبر. مروة مزيد في المصري اليوم بتقول كلنا قطر بنشيد بيها لأنها فهمت أسس اللعبة، لعبة حلو فازت. هي شايفة أن اليومين دول وقت لعب الصغار الآخذين في الكبر، والمستقبل هيكون للي يقدر يتصور في الوقت الحاضر يعني مساحته قد إيه ووضعه قد إيه وتعامله مع القضايا قد إيه. عثمان سالم في الأخبار بيقول إن فوز قطر بالشرف الرفيع ده أعاد للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مصداقيته.
جرايد امبارح، عشان احنا ما اشتغلناش امبارح، لكن كانت بتحتفل بقطر، وفعلا قالت الف مبروك لقطر زي ما بيقولوا الاستاذ فتحي سند في مقاله في اخبار اليوم، بيقول ان اللي عملته انجاز تاريخي للعرب والمنطقه الشرق الاوسط. شايف الاستاذ فتحي ان قطر كسبت الرهان، دخلت التحدي الكبير قدام دوله عملاقه او قدام دول عملاقه زي امريكا واليابان. الف مبروك لقطر، قالها استاذنا حسن المستكاوي في الشروق امبارح. المستكاوي بيقول ان فوز قطر بتنظيم كاس العالم انتصار لقطر وليس انتصارا للعرب. بيطرح سؤال مهم جدا، ليه لما دوله عربيه تنتصر او تفوز بحاجه بنعتبره انتصار وفوز للعرب، رغم انها لو خسرت ماتش او خسرت في اي حاجه بنعتبر ان هي بس اللي خسرت؟ ليه مش عايزين نتغير؟ ليه نشيد اللي محدش مصدقه من 100 سنه؟ حسن المستكاوي بيقول كلام في منتهى الاهميه، بيقول انه قعد في قطر 5 سنين اول ما اشتغل صحفي في اواخر السبعينات. ما كانش حد يحلم ان قطر ممكن تفوز في يوم من الايام بتنظيم كاس العالم، لكن شايف ان انتصار قطر وفوزها بالتنظيم سببه ان الامير كان ورا تطوير الدوله بشكل خلاها تحقق قفزات ما يحسهاش الا الناس اللي عاشت في قطر من 30 سنه. الموضوع مش فلوس يا اخوانا وبس، لا، الموضوع انك ازاي تدير الفلوس اللي معاك كويس. ممكن يبقى معاك 20 جنيه وواحد معاه 100 جنيه، بال 20 جنيه تفوق ال 100 جنيه. قطر اللي صنعت التاريخ كاول دوله عربيه تنظم كاس العالم. الف مبروك لقطر، فعلا مبروك لقطر اللي ياسر ايوب بيقول ان فوزها بتنظيم المونديال لحظه شديده الخصوصيه للقطريين والعرب. بيقول ايوب ان في ناس كتير من مصر والمغرب فرحوا لان قطر اخذت بطارهم. ياسر ايوب على اعتبار ان مصر والمغرب اتقدموا قبل كده لتنظيم كاس العالم وخدوا زومبا، خدوا قصدي صفر. ياسر ايوب بيقول لازم نقف شويه عند اعتقاد خاطئ وقناعات سائده عندنا احنا في مصر هنا وفي الشارع المصري، انه دول الخليج ما عندهاش الا الفلوس بس، واننا عندنا الثقافه والتاريخ والحضاره والعقل والابداع والعلم والبشر. كويس قوي، الكلام ده مش صح يا اخوانا، ما بقاش ينفع، ما بقاش ينطلع على حد. ياسر ايوب بيقول الصوره على ارض الواقع دلوقتي اتغيرت كتير، احنا ما بقاش عندنا الحاجات والاسس اللي كانت عندنا قبل كده، هم بقى عندهم حاجات تانية غير الفلوس. ياسر ايوب بيفكرنا بمشهد في فيلم الكرنك من 30 سنه، وحيد سيف قاعد يحل الكلمات المتقاطعه وبيدور على كلمه من 3 حروف. صرخ وليد سيف فجأة، صرخ وحيد سيف فجأة وقال اكتبي قطر يا سعاد. قامت سعاد حسني ضحكت وقالت له قطر مين يا عم؟ مصر يا أستاذ. أيوب النهاردة بيقول إن الفيفا ممكن تقول دلوقتي مصر مين يا عم؟ قطر فازت يا مصريين. قطر وزكريا خضر قال امبارح في مقاله في جريدة الأحرار الحكاية مش فلوس، واللي يقولوا ان قطر فازت بتنظيم المونديال بفلوسها بيدوروا على شماعه عشان يعلقوا عليها فشلهم. بيقول ان صفر المونديال في مصر كان مؤشر على ان مصر اتحولت لصفر كبير، رجعت للنقطه صفر، بيعكس طريقه التفكير هنا في مصر. اكبر دليل الصفر اللي اخذناه في تزوير الانتخابات. اخر حاجه الف مبروك لقطر اللي بيقول ايمن ابو عيد في الاهرام امبارح كلنا النهارده قطر بعد ما كسبت الرهان تفوقت على استراليا وامريكا وكوريا واليابان. ايمن ابو عايد فخور كعربي باللي حققته قطر. شوفوا يا اخوانا صوره بيل كلينتون المنشوره في الاهرام جنب مقال ايمن ابو عايد. شوفوا بيبصوا للشيخه موزه ازاي وهي بتحضن ابنها الامير محمد بن حمد المسؤول عن الملف القطري. يا كلينتون، ده بيقول لنفسه المونديال راح خلاص، احضني يا ست ابنك وتهني. المونديال بقى في دولة عربية، المونديال بقى في دولة عربية. والله أنا معايا أكتر من 10 حاجات عن قطر بعد كده، بس الواحد خايف من كتر احنا مضطهدين من الفيفا على رأي محمود عبد القادر. طالما مضطهدين من الفيفا فلازم ناخد فاصل عشان محمود عبد القادر ما يضطهدنيش، لأنه هو المخرج يا سيدي بتاع هناخد فاصل ونرجع مع الصحافة الإلكترونية وصحافة بكرة إن شاء الله.